اهلا شباب. ايه اسوأ صفة ممكن تكون جواك؟ الطمع، الحسد، ولا الشهوة؟ صفات ممكن تخليك تعمل اي حاجة حتى لو هتدمر نفسك. وانا بتفرج على كرتون ذا هاوس انبهرت من كيفية تجسيد الصفات دي بشكل يخليك تحسها جواك. الفيلم مصنف انه رعب نفسي، معظم الناس اللي شافته ما فهمتوش وقالوا انهم حسوا انهم مش سلام نفسيا بعد الكرتون ده. وهو فيه 3 قصص، كل قصة بتجسد صفة معينة، والغريب انهم مرتبطين ببعض. والكنز الحقيقي ان لو فيك صفة منهم الكرتون فعلا هيغيرك. فعايزك تركز معايا وتعمل لايك واشتراك ويلا نبدأ. اول قصة والارعب بينهم وهي بعنوان في الاعماق كذبة تنسج. ليه بقول الارعب؟ هتعرف قدام. في البداية بنشوف في القصة الاولى بالذات تصميم الشخصيات كأنهم زي دومة مصنوعة من القماش، والكرتون كله معمول بتقنية الستوب انيميشن. في البداية بنشوف ريموند والد العائلة اللي بتدور عنها القصة، اللي بتكون في القرن ال19، ودي ميبل الابنة الاكبر لريموند. واعتقد القصة دي هي هتكون اكتر واحدة بتمثلك. بيكون ريموند مستنى عائلته يزوروه، لما ميبل بتسأله عنهم بيقول انهم مش لطفاء خالص. بيجي تاني يوم وبتوصل العائلة اللي من شكلهم وطريقتهم باين جدا انهم اثرياء للغاية، وكمان عندهم عربة حصان اللي ما كانش بيركبها غير علية القوم في الوقت ده. الزيارة كلها كانت عبارة عن انتقاد حياة ريموند، من اول انه بقى عنده بنت تانية اسمها اليزابيل، ومن اساس بيتهم وحياتهم التعيسة. كمان بيجيبوا سيرة المرحوم والد ريموند انه كان مقامر وسكير، اللي هو بيسكر يعني، وضيع كل فلوسه. هما مش بيسخروا من اشياء مادية، لكن كل شيء بيكون له معنى كبير بالنسبة لريموند. يعني الستاير اللي عملتها بيني زوجة ريموند وخزانة والده بيبص لها ريموند على اساس انهم سر الدفء والترابط بينهم. المهم بتخلص الزيارة وبتظهر شخصية ريموند الضعيفة انه معرفش يرد عليهم، وبيكتفي فقط في التذمر والسكر، وبيطلع يتمشى. بتظهر عربة من العدم وبنشوف رجل عجوز فيها بيشاور لريموند بالدخول. بعدها بيرجع البيت وبيتناول الاكل بشراهة. بيقول لبين انه لقى حل لكل مشاكلهم وبيغمى عليه. حسيت بغرابة من المشهد ده، بس الاكل الكتير وكمان طلب من بين كبره نبيس. الحاجتين دول في القرن ال19 كان بيدل على الثراء، فان ريموند يعمل كده وحالتهم المادية مش احسن حاجة، فكده عنده حل فعلا لمشكلة فقرهم. تاني يوم الصبح بيجي شخص اسمه توماس نيابة عن رئيسه السيد فان شونبيك علشان يوقعوا العقد اللي اتفق ريموند عليه، وان السيد فان هيرمم لهم البيت ويعيد تصميمه لانه مهندس معماري، وهيكون هدية منه. وكمان هو اشترى الارض اللي حوالين بيتهم كلها وهيديها لهم لما يخلص البيت. كل ده في مقابل واحد بس، انهم ينتقلوا يعيشوا في منزل جديد لحد ما يخلصوا الترميم. الموضوع بيكون مريب جدا كمان، بس في اللحظة دي ريموند مش بيفكر في انه هيكون عنده بيت، لا ده بيقول لبين انهم هيكونوا موضع حسد للاخرين، وده اللي شغل بال ريموند لانه شخص مادي، وده من تأثير عيلته عليه. بيقدم لهم توماس عقد علشان يمضي على موافقتهم، وبيلعب على نقطة ضعف ريموند للثروة اللي يعتبر قدمها ليه على طبق من ذهب، وبيمضي فعلا لكنه ما يعرفش انه بيمضي على هلاكه. المهم فعلا بينتقلوا للمنزل الجديد ومعاهم اغراضهم. بيقابلوا توماس وبيقول لهم انهم مش محتاجين الاغراض دي لان السيد فان شومبيك مجهز البيت بكل الاغراض، وكل قطعه هو مصممها بنفسه. وافتكر الكلمه دي، هو مصممها بنفسه. ريموند بيقول له ان الاغراض دي مهمه بالنسبه له، وكمان فيها قطعه بتتوارثها عائلته وهي خزانه والده. بيقول له توماس هيحطهم في مكان امن. بيوافق ريموند. بيكون كل اللي في باله هو اهانه عائلته ليه، وانه عايز يديهم القلم 10 ويحس انهم راضيين عنه، وده كان عامل عن سعادته الحقيقيه مع عائلته واللي هتأدي لحاجات سيئة تحصل في المنزل الجديد. من أول دخولهم ليه ميبل بتشوف رجل غريب بيكون معاه منشار في أوضة، والباب بيقفل لوحده، وبتعرف إن في حاجة مريبة في البيت ده. وافتكر للراجل ده كويس، ويوديهم توماس لغرفة المعيشة، ودي اللي بيقضوا فيها يومهم. وهنا بتبدأ الملحمة. اول حاجه بيلاحظها ريموند المدفأة وبيغرم بيها، لا كمان ده بينعمي من جمالها، وكمان بقى اساس البيت. وبتلاحظ بين ان البيت مفيهوش ستائر، بس في عندها مكنه خياطه وقماش فاخر، وبتنعمي هي كمان. وبتسيب ايزابيل على الارض. بيقول لهم توماس ان الطعام مستنيهم وبيروح علشان ياكلوا. بتكون المائده مليانه اكل وطعمه حلو جدا، وبياكلوا بشراهه ما عدا ميبل مش بتاكل. الغريب ان اول ما دخلوا المنزل مش بيسالوا عن اي حاجه، رغم انه بيحصل حواليهم حاجات غريبه كتير. ليه السيد فان اداهم كل ده مجانا؟ طب ليه ما سمحش ليهم انهم ياخدوا اغراضهم القديمه؟ على عكس ميبل كانت دايما بتسأل، وبتسألهم مين عمل الاكل ده، لكن بتنور الاضاءة وبيفتن بيها ريموند وبيني. الاضاءة الصفرا دي في العادي بتدل على الدفء والامان والراحة، بس كل ده مزيف حاليا. البيت بيحاول يغريهم انهم وصلوا لمستوى احسن. في السينما بيرمز الاصفر للقلق وعلامة ان في حاجة غلط، وبيمثل الاغراء. كل ده بيخدم المشهد ده علشان يكون متمثل الضوء الاصفر في الاخر في صورة طمع اللي بيندرج تحتها كل الصفات دي. ايزابيل بتتعب وبتاخدها ميبل عشان يناموا، والوالدين مش بيلاحظوا ميبل بتتكلم اصلا، والطفلتين هنا
بيرمزوا للبراءة وانهم لسه صغيرين وعلشان كده المنزل ما اثرش فيهم. بتقول لهم ميبل تصبحوا على خير وبتروح مع اختها يناموا. بتبص من شباك اوضتها بتلاقي بيتهم القديم. في الناحية التانية بيني وريموند في غرفة المعيشة. بيني بتكون بتعمل ستائر لكن المرة دي بيبدو كأنها بتشتغل مش بتعمل حاجة ذو قيمة ليهم. ريموند بيروح عند المدفأة وبيحاول يولع النار لكن كل شوية النار بتطفى. في زاوية الأوضة بيظهر السيد فان بيضحك ضحك هيستيري بشكل مرعب لكن ريموند وبيني مش بيكونوا ملاحظينه. وبيبدأ من هنا الرعب الحقيقي للمنزل. النار هنا كانت بترمز للاستهلاك الداخلي اللي عمله المنزل لريموند وكمان سرعة انطفائها حاجة كده أشبه بالمكسب السريع اللي بيزول بسرعة وده طبعا اللي مدمن عليه ريموند لأنه مقامر عكس في أول القصة. النار اللي كان بيولعها ريموند كانت بتفضل مستمرة وده إن دل على شيء فهو الاستقرار اللي كان بينعم بيه ريموند لما كان سعيد مع عائلته في الأول. المهم بعد كده بتصحى ميبل الصبح على صوت حد بيكسر خشب. بتبص من النافذة بتلاقي حد باين على وشه كدمات الضرب وبنى أصلا غرفة جديدة أمام النافذة اللي كانت بتبص على منزلهم القديم. بتروح ميبل عشان تنزل بس مش بتلاقي سلالم. توماس بيكون واقف تحت بيكلم نفسه وهو مذعور وبيقول ان هو مش لوحده في حد هنا. ميبل بتكلمه بيتفاجئ طبعا وبتقول له على السلالم. بيقول لها السيد فان شونبك بيغير بس شويه حاجات في المنزل وممكن تستعمل السلم اللي في الاوضه التانية. وبتروح ميبل تنزل من عليه بتلاقي عدد عمال بيبصوا لها بذهول لكنها بتكمل. بتروح لوالدتها بتلاقيها نامت من التعب وبتقول لها انها مش فاضيه لها علشان وراها شغل كتير والشغل هو مجرد عمل الستائر. وبتقول لها شوفي والدك علشان نفطر. بتروح تلاقيه واقف قدام الشباك وبيضحك بهستيريا على العمال وهما بيهدموا بيته القديم. وبتقعد ميبل تاكل لوحدها. بتسمع صوت مستر توماس بيدي ملابس فاخره لريموند وبيني. بيشوفها في الاول مش مناسبه لكن بيقول لهم بصوا الاول على نفسكم في المرايه. الغريب ان اول ما بيبصوا بيغيروا رايهم على طول وكانهم اتنوموا مغناطيسيا وبتعجبهم الملابس جدا وبيزودوا جدا في اللون الاخضر في الملابس لان الاخضر مرتبط دايما بالطموح والجشع. ميبل بتقول لهم شكلكم غبي. بيزعق ريموند فيها وبيخليها تعتذر. بتطلع ميبل فوق بتلاقي ايزابيل صاحيه وبتروح ناحيه القبو وبتسقط بطريقه صعبه. بتقول لها ميبل خليكي حذره يا ايزابيل المره الجايه يعني ممكن تموتي ولا حاجه. بتلاقي في القبو كل اغراضهم القديمه اللي جابوها معاهم في البدايه وبتاخد ميبل قصه وبتقراها لايزابيل وبتاخدها وبيطلعوا من القبو لكن بتلاقي ان الطريق اتغير وانهم في مكان مختلف. في الناحيه التانيه بيروح توماس لريموند وبيني بيقول لبيني ان السيد فان معجب بشغلك المتقن وبس. هنا كده بنعرف ان السيد فان ادالهم البيت مجاني على الورق بس ولكن هو بيخليهم يعملوا كل اشياء المنزل وبيستفيد منهم بشكل او باخر زي بقى العمال. هما ناس عاديين اختارهم السيد فان وخدعهم بالمنزل المجاني. كل شخص ليه دور في المنزل. النجار مثلا عشان يعمل البيت وبيني علشان تعمل الستائر كلهم مجرد عبيد عند فان مقابل فكره البيت المجاني. المهم ريموند بيقول لتوماس ان المدفأة دي مش شغاله. بيرد عليه توماس انه معاه حاجه هتساعده وبيديله الكرسي القديم بتاع ريموند وبيقول له لو مش محتاجه يعني خده ولعه هينفعك. والحته دي زي ما تقول كده القشه اللي قسمت ظهر البعير لان ريموند بيوافق وبيقول ان في كراسي كتير هنا فمش هيكون محتاج الكرسي ده. وهنا بيكون السيد فان ذكي جدا لانه بيخليهم هم اللي يختاروا طريق هلاكهم وبيحقق بكده مراده وبيخلي ريموند يبدأ بحرق كل أغراضه القديمة. في الناحية التانية بتكون ميبل دخلت متاهة حرفيا مش عارفة تخرج منها. بتلاقي فاتحة بتبص بتلاقي والدها بيجر أغراضهم القديمة علشان يحرقها. بتحاول تندم عليه علشان يساعدهم لكنه بيكون مغيب تماما وده زي المقامر بالظبط مش بيفوق غير لما بيخسر كل حاجة وده نفس اللي هيحصل معاه. المهم ميبل بتكمل في البحث عن طريقة تخرج بيها من المتاهة دي. بتقابل توماس بيكون بيكلم نفسه بيقول انه مش قادر يكمل في التمثيل وتعب. بتسيبه ميبل وبتمشي وبتنعس وبتنام. بتصحى بتلاقي نفسها قدام غرفة المعيشة ومش بيكون فيها حد. اللي حصل بقى ان بعد ما ولع ريموند اخر قطعه في كل اغراضه القديمه بيكون السيد فان بعربته في الغرفه وبيقرب منهم وبيكون بيضحك جامد وبيبقى شكل بينه وريموند متغير. بتدخل ميبل الغرفه مش بتلاقي حد وبتلاقي البيت اللعبه بتاعها بيولع اللي بشكل ما بيشبه المنزل اللي هم فيه. بتسمع ميبل حد بيكلمها وبتبص بتلاقي المفاجاه اللي بيكلمها هو الكرسي وبيقول لها ميبل ابنتي الصغيره. والصدمه هنا ان الكرسي ده هو ريموند ودي بنود العقد اللي مضى عليها ريموند في البدايه انه باع نفسه للسيد فان شونبك. بتبص ميبل على الستار بتلاقي امها بيني هي الستاره وبيقولوا لها غادري يا ميبل بسرعه وبيبدا البيت يولع. وهنا بيفوق ريموند وبيني من الغيبوبه اللي كانوا فيها بعد ما خسروا كل حاجه وبتاخد ميبل ايزابيل وبتخرج من البيت ده اللي بيشتعل كله. وفاكر لما قلت لك افتكر لما توماس قال ان السيد فان صمم كل قطعه في المنزل بنفسه وده فعلا اللي حصل. كل قطعه موجوده هنا في المنزل عباره عن اشخاص قدر يخدعهم السيد فان ومش هسمي ده خداع لان هم اللي اختاروا هلاكهم بانفسهم.
القصة التانية بعنوان تضيع الحقيقة ولن نجدها. وحد لاحظ هنا ايه الاختلاف بين عنوان القصة الأولى والتانية؟ القصة المرة دي في زمن حديث شوية، غالبا 2009، نفس شكل المنزل في القصة الأولى لكن ممكن مكان مختلف شوية. بيتكلم عن سمسار عقارات مش بيتم ذكر اسمه لكن الكل بيناديه بالمطور. هو عبارة عن فرد ضخم بيكون بيجدد المنزل علشان يعرف يبيعه وياخد قرض ويشتري قارب أحلامه. بيبان هنا الجشع اللي عنده وهو شغال في البيت. بنسمع في الخلفية صوت الراديو وبيكون شغال وبيكون بيتكلم عن ركود اقتصادي. بتظهر شوية حشرات وبتخش في شرخ في الحيطة. بدل ما يكلم شركة حشرات علشان يحل المشكلة بسرعة قبل ما الناس تيجي تعاين البيت، بيعمل حل أسرع وهو سد الشرخ. بيقعد يكلم حد في سماعة البلوتوث اللي كانت مشهورة في فترة 2009 تقريبا، والسنة دي برضه حصل فيها ركود اقتصادي في بريطانيا والقصة بتدور فيها أصلا. المهم المطور بيكلم حد بعشم شوية وبيقول له عزيزي وحبيبي، وبيحكي له عن خططه اللي هيعملها لما يبيع البيت واتمنى تطلع بنت. بيسمع صوت غريب من المطبخ، بيفتح بيلاقي حشرات في كل مكان اللي بتفضل عددها تزيد كل شوية حتى مع مجهوده في طردها. وافتكر هو برضه مكلمش شركة حشرات. بيبدأ تاني يوم الناس تيجي علشان تعاين المنزل. بيحاول المطور يبذل كل مجهوده عشان يخلي الناس تقتنع بالبيت وتشتريه لكن كلهم بيكونوا مش مهتمين نهائيا بيه وبيبدأوا يوسخوا البيت. بيحاول المطور ابهار الناس باستخدام انوار المطبخ لكنها بتبوظ وده بيخلي الناس كلها تنفر منه الا زوجين شكلهم غريب اللي بيبدوا اهتمام كبير للبيت، وعلشان كده بيسمح لهم المطور ياخدوا وقت اطول في معاينته لكنهم بيزودوها شويه وبيعتبروا المنزل بيت ليهم وبياخدوا راحتهم على الاخر وبيقرروا يناموا فيه. بيحس المطور بشويه غرابه لكنه بيضطر يسيبهم علشان يتمم عمليه البيع. بتعدي ايام والزوجين مش عايزين يمشوا ولا عايزين يتمموا عمليه البيع، وكل ما المطور يقول لهم انهم لازم يشتروا البيت علشان يقدروا يفضلوا قاعدين فيه بيرد عليه بانهم مهتمين جدا بالبيت. We are extremely interested in the house. بيشعر المطور بشويه خيبه امل لكنه مش عارف يطردهم على امل انه يتمم الصفقه دي ويشتروا المنزل. وهو قاعد في القبو بتاعه اللي بينام فيه بيشوف عرض سحر غريب للحشرات في المنزل، وبيحس بعدها المطور ان الزوجين نصابين وبيقرر يكلم البوليس علشان يمشيهم من البيت اللي بيجوا في نفس اللحظه، لكن علشان يحذروه من انه يتصل على دكتور جيفري تاني وانه اتهمه بقضيه تحرش لانه كل شويه يكلمه ويحكي له عن حاجات ملوش دعوه بيها وانه مجرد طبيب اسنانه، وده اللي كان المطور بيكلمه. واتمنى جيفري ده يكون اسم بنت. بس هل حد لاحظ حاجه غريبه في المشهد ده؟ المهم الشرطه بتتجاهل تماما كلام المطور عن الزوجان اللي مش عايزين يطلعوا من البيت، والاسوأ ان بعد مغادرة الشرطة بيظهر عدد اكبر من الفئران بيدعوا انهم من اقارب الزوجان اللي بيعلنوا ان ده منزلهم. بينفد صبر المطور وبيروح يجيب مبيد الحشرات اللي استعمله وبيحاول يفتحه علشان يرميه على الزوجان لكنه بيفتح في وشه وبيستنشقه. بيغمى عليه وبيصحى يلاقي نفسه في المستشفى، وبيجي الزوجان علشان ياخدوه ويرجعوه للمنزل وبيرحب بيه باقي العيله بطريقه اشبه بالطقوس. وبتبدا الامور تسوء جدا. الفئران بدات تبوظ البيت وبيتعاملوا بطريقه حيوانيه وبيكون شكلهم قريب من الحشرات. اذا كان المطور بيطردها وبيظهر المطور هو كمان في حاله حيوانيه وبيخش في نفق. عايزك بقى تركز معايا علشان تحليل القصه دي اعمق من اللي انت متصوره. مش هتكلم عن القصة عموما لكن بالنسبة للقصة الأولى فهي أقل شوية لكن المتشابه بينهم نفس الإحساس الغريب اللي بتحسه وأنت بتشوفه. أنت مش فاهم حاسس بإيه، توتر وأحداث غريبة ومش مرتاح نفسيا. بس على عكس القصة الأولى مش موجود إحساس الغموض في قصة المطور. الحاجة الغريبة هو ظهور الزوجين دول في وسط الفيلم. مع تقدم الأحداث بقيت بحس بغرابة أكتر، واللي أكد لي اللي في دماغي هم الشرطة اللي جم علشان يحذروه من مضايقة طبيب أسنانه. تجاهلوه تماما وهو بيقول لهم على الزوجان اللي عايز يمشيهم. هل فعلا المطور مريض نفسي والزوجان دول مجرد اتنين من وحي خياله؟ والمنزل أشبه بحالته النفسية. المنزل فيه مشكلة أساسية وهي الحشرات لما بيتحاول يتجاهلها ويحلها بطرق سريعة عشان المنزل من بره يبان كويس. هو كمان نفس الموضوع، بيحاول يبين نفسه كويس قدام الناس ولكن المشاكل بتكبر وبتسبب انهياره. والمبيد الحشري اللي كان بيستخدمه بيدل على تعاطيل المواد المخدرة لأن بسبب استنشاقه الكبير بدأت الأعراض تظهر عليه، والأعراض دي نفس أعراض مخدر اسمه LSD، وده اللي بيخليك تشوف ميكي ماوس والحاجات العبيطة دي. ولما بياخد المطور منه جرعة زيادة زي ما ظهر إنه استنشق المبيد راح للمستشفى بسبب كده، والشرطة اللي تجاهلته بتبين انهم عارفين انه عنده مشاكل نفسيه ودي القانون ملوش دعوه بيها. وبعدها المرض النفسي اللي هو فيه بيكبر وغالبا بيخليه مجنون وبيبوظ الدنيا. نيجي بقى للقصة الأخيرة والأعمق يوم واللي أنا بحبها جدا بسبب نهايتها. اسمع مجددا وابحث عن الشمس. حد لاحظ الترابط اللي بين الساعات في عنوان كل قصة؟ المهم بنشوف المنزل بعد ما عدت عليه سنين كتيرة وحصل فيضان في الأرض. صاحب المنزل دلوقتي هي قطة اسمها روزا، بتكون عاملة خطة لإعادة ترميم البيت لأنها بتأجر الغرف بتاعته للناس، بمعنى أصح للقطط التانية. بس الموضوع محبط شوية لأن مفيش غير اتنين بس هما اللي بيأجروا. أول واحد فيهم وهو القط إلياس. بتروح روزا ليه وبتقول له يدفع الإيجار. إلياس بيسألها باستغراب شوية هو
هو احنا لسه بندفع الايجار؟ بتقول له اه، وهو اخر مره دفع من 12 اسبوع. بيقول لها ممكن يديها سمك زي كل مره وهو المفيد دلوقتي. بتقول له لا، وهي عايزه الفلوس علشان تصلح مشاكل البيت ومشكله الميه البنيه اللي في المواسير، وبتزعق فيه. الياس بتبدا عينيه تدمع وبيدخل لانه كان معتبرها صديقته، وفعلا هو معاه حق. ايه لازمه الفلوس في الوقت ده؟ هي مش هتعرف تشتري ولا تصلح حاجه. بتروح بقى للمستاجره التانيه جين، وهي واحده على الله خالص، مجنونه بتؤمن بعلم الطاقه والروحانيات. روزا بتقول لها الايجار يا ملكه. بتديها حجر طاقه. بتقول لها ان الحجر ده هيخليها تحس بالطاقه الروحيه وتندمج مع الكون. بتقول لها يا مره ده حجر. بتقعد روزا تاكل معاها وتحكي لها عن احلامها في اعاده ترميم البيت وانه شايفاه منزل احلامها. في نص الكلام بتقعد تحرك الحجر الغريب ده، وبتقول لها انا حاسه بشريك الروحي جاي من النجوم. روزا بتزهق منها وبتقول لها لو مش معاه فلوس احسن له يمشي بدل العبط اللي بتعملوه ده، وبتسيبها. بالليل بتشوف الياس وجيم مع بعض وبيكونوا بيشوفوا فيلم، وبيدعيها الياس تنضم ليهم لكنها بترفض، وده اللي بيحسسها بالوحده. طب ما انت اللي رافضه. تاني يوم بيجي كوزموس الشريك الروحي لجين، بيقول لها انا شايف في عينيك حزن وسلبيه، وبيكون نفس شخصيه جين العبيطه. وبتعرف روزا انه اهبل زي جين ومعهوش فلوس، فبتقول له انه يساعدها في ترميم البيت. بيوافق كوزموس. وتاني يوم بتصحى روزا بتلاقي ان ارضيه المنزل كله اتحاشت. عايزه اتكلم عن نقطه في روزا قبل ما اكمل. روزا من تحليلي هي شخصيه اعتماديه، يعني هي مجرد عايزه المال، مش شايفه اي حاجه تانية، مش شايفه الفيضان اللي موجوده فيه. وهي اخر بيت في المدينه لسه مغرقش، بس بيتهالك مع الوقت. الترميم في العالم ده ملوش معنى. اللي سبب الحاله دي لروزا هي تعرضها للخساره. لما اتكلمت مع جين قالت ان البيت كان مليان مستاجرين وبيدفعوا، ولكن مع الفيضان الناس كلها غادرت المكان. ما بقاش ليها غير الياس وجين، وهم مش ناس عاديين، هم اصدقائها، ولكنها بدات تنسى ده مقابل شيء ملوش معنى. انا ده لغايه دلوقتي صعبان عليا الياس. لما زعقت له روزا. المهم خلينا نكمل. كوزموس بيكون اخد الالواح علشان يعمل بها مركب لالياس علشان هو كمان يغادر. وتاني يوم بيمشي الياس. بتزعل روزا انه ما ودعهاش، لكنها بترفض تبين مشاعرها وبتقول انه ما كانش ليه لازمه من البدايه. وهي فعلا بتبان شخصيتها الاعتماديه او الاستغلاليه، وبتخبط في عمود عمله ليها كوزموس، وبيقول لها لما تقرري تتحرري من اللي انت فيه ده ادفعي العمود ده، هيكون فيه مفاجاه. بتقول له روزا بس يهبل. بتطلع فوق بتشوف غرفه الياس، بتشوف انه دايما كان بيرسمها وهي ما كانتش تعرف انه بيعرف يرسم من الاساس. جيم بتقول لروزا انها خلاص هي كمان هتغادر مع كوزموس لان الضباب بدا يدخل البيت. وبتفتح الباب، الدنيا بتبقى كلها ضباب. بتبدا روزا تهلوس وتخش في نوبه هلع لحد ما تصحى تلاقي نفسها في خيمه كوزموس. بينادوا عليها علشان تنضم ليهم لكنها بترفض، وبتروح تدفع الحديده دي. واللي بتكون المفاجاه ان البيت بيتحول لمركب تقدر تمشي بيه معاهم، وبتطلع فوق السطح وبتبدا تقود المنزل بنفسها. والضباب بيروح وبتشوف كل اصدقائها حتى الياس وبتبحر معاهم. وهنا بنعرف ان المنزل في الثلاث قصص بيمثل شخصيه اللي جواه. في القصه الاولى ريموند وبيني كانوا عندهم الشهوه الماديه، واللي المنزل لبى لهم ببساطه الشهوه دي بس بمقابل اغلى، وهي انهم باعوا نفسهم ليه. القصه الثانيه منزل المطور كان من بره شكله جميل وحلو، ولكن من الداخل مليان حشرات وفي مشاكل كتير. وده نفسه المطور من بره شكله مهندم، ولكن من جواه مليان مشاكل نفسيه وكمان مدمن. واما القصه الثالثه المنزل بيعكس شخصيه روزا اللي بتكون سلبيه ومليانه مشاكل وفي حاله فوضى دايما، ولكن لما بتتحرر من الوهم اللي هي عايشه فيه كل الضباب بيروح عن تفكيرها وبتشرق الشمس وبتنتهي بنهايه سعيده. وعلشان كده القصه دي هي المفضله ليا. قول لي انت ايه افضل قصه حبيتها من الثلاثه. وبس دي نهايه الفيديو. سلام.